الجولاني راح يبقى ارهابي رئيس سوريا القادم. عليكم لا يا ابن العار يا ابن الكلب. لا لحظة بس. بعصني ابن الكلب. السلام عليكم. هلا بيك حياك الله. اهلا وسهلا اخي، بتعرفنا بحضرتك والله؟ كرار الساعدي من القطاع 57 ورا الشعب، خوالي وعمامي من حيو. اهلا وسهلا اخي كرار. بصراحه استوقفني ستايل اللي عامله كتير كول كتير حلو، وحبيت اسالك عن اجواء العيد، كيف كانت اجواء العيد؟ والله احنا بالعراق يعني الحمد لله هناك يعني هواي متونسين. بس انت من سوريا غير؟ اهلا وسهلا باهل العراق. انا من سوريا نعم. يعني بكل صراحه جاي احاكيك اللي صار بسوريا هو بس السالفه الوحيده اللي يعني شلون اقول لك يعني سودت كل شيء. لان هسه الدواعش نعم هسه الدواعش دا يحكمون والجولاني دا يحكم هاي السوالف يعني بعد كان الله بعون سوريا. اخي كرار للصراحه للامانه انا ما كنت حابب نروح بهذا السياق، ولكن عن جد صار الموضوع ملفت للانتباه. انت كعراقي شو يلي زعجك وقهرك ومنغص عليك عيشتك انه الشعب السوري مفاني سؤالك بس لحظه، بس انت كعراقي شو لك علاقه يا اخي؟ السؤال مالتك يا اخوي، السؤال مالتك هسه تقول لي شنو علاقتي اني ما اعرف شنو هاي سوريا. هلنا احنا كنا دا نحمي باعراض اخواننا السوريين. انتم كنتوا تحموا اني عندي لحظه، انا عندي شهداء بالحشد خويا. شهداء بالحشد؟ نعم شهداء، انا عندي شهداء بالحشد راحوا واستشهدوا بسوريا. عم يدافعوا عن بشار الاسد. نعم بشار الاسد انسان يتبع لولايه الفقيه. تماما. انت وشنو بيه؟ طيب انت ما عم تدافع عم تدافع عن اعراض بشار الاسد انت بس نعم. انتوا عم تذبحوا كنتوا السوريين نعم. وبشار الاسد انسان موالي لدوله ولايه الفقيه. دوله ولايه الفقيه تريد تحرير المجتمعات العربيه. بس انتوا ما نعم. ليش تضحك؟ اضحك لانه 54 سنه بشار الاسد وولايه الفقيه رصاصا ما ضربوا عليه. وهسه كنا اعلنا الحرب على اسرائيل وكنا جايين نحرر بفلسطين وبسوريا وبكل واحد ارهابي مثل الجولاني مسيطر على سوريا. هاي باي عقل باي منطق يا اخي؟ لو سمحت اولا اسمه السيد احمد الشرع رئيس سوريا اولا. ثانيا السيد طه الهيبي، اذا بتريد السيد طه الهيبي طلع وبرأ السيد احمد الشرع من اي دم عراقي. ثالثا والاهم عم تقول جايين تحموا اعراضنا، انتم جايين تحموا بشار الاسد كنتوا، وجايين تحموا التمدد الشيعي الايراني. اذا بتريد برأوا من الدم العراقي. ما في قطر. هو شوف يعني انت مصادرك يا اخي، يسوي مصادرك هاي. جاي يسوي بالعراق بال 2003 كان سجين عندنا هذا. كان سجين عندنا هذا. إذا بتريد خليني كمل هالنقطة وبعد الوقت كله لك. أحمد الشرع ومع كثير من الشباب السوريين راحوا للعراق ليجاهدوا يدافعوا عن الأرض العراقية وعن الدم العراقي، لأنه نحن أخوي ما فيها من نية، هي ما فيها من نية. تمام؟ وهلا أنت جاي عم تسميه إرهابي وعم تسميه داعشي وما بعرف، ومع ذلك بقول لك ما لك علاقة يا أخي، نحن سوريين مبسوطين يا جماعة. أفيدك بحكاية وبعدها أني أروح أرد أطفر أني. لن تستطيعون ايقاف التشيع. لا هسه هاي هي المشكلة. والله العظيم وهاي بوجهك جاي احكيها. لن تستطيعون ايقاف التشيع، ودولة ولاية الفقيه ستصل الى اقاصي الارض. لا اخي كرار لا. والله خلصت للحرب. اخي كرار احنا نتبع منهاج آل البيت، انتم منو تتبعون؟ احنا نتبع الائمة، انتم منو تتبعون؟ وحياة ربي واني جاي اكون صريح وياك لابعد الحدود. وبعد اني يعني ما يهمني اراء الناس وبعد هاي لا يا اخي، هذا اللي صار. احنا دا نحمي باعراض السوريين، قدمنا شهداء وانت ما عندك اي اهتمام بهذا الموضوع والدماء اللي سالت. احنا دافعنا عنكم ضد الدواعش. احنا سوينا كل شيء. والجولاني راح يبقى ارهابي. اسمه السيد احمد الشرع رئيس سوريا القادم. لو سمحت رئيس سوريا القادم. عليكم لا يا ابن العار يا ابن الكلب. لا يا عار يا ابن العار. سيد عمود مع الاسف عليكم لا يا ابن العار يا ابن الكلب. لا يا عار يا ابن العار. لحظة بس بعصني يا ابن الكلب. لا نحن بالشارع هلا. لا يا ابن العار. لحظة جيبوه. بس لحظة. دعوف يابا دعوف. هدية سيد كرار. شوف باوع اسألك سؤال، اذا بالعباس عليك، اذا هذا البعصني هسه متفق وياك والبرنامج مالتك البرنامج مالتك اذا متفق وياه اطيح حظك. يا اخي معقول انت هيك؟ اي نعم قاعدين عم نتناقش. لا احنا بس هذا منو هذا يا اخي؟ انت هذا منين اجى؟ انت بالشارع. هذا منين اجى؟ انت بالشارع وقاعد عم تهاجم ملايين من المسلمين السنه، قاعد عم تهاجم. لا مو مسلمين، دواعش دولة. انت قاعد عم تهاجم الدواعش. طيب انا ما عندي سيطرة، ما عندي سيطرة. هذا منو يبعصني؟ شو حسيت؟ اني صراحة هذا اعتداء
واني ما يعني انا معك ولك كل هذا الحق. هذا يعني حقك على راسنا هذا من فوق. اعتداء. هذا نحن هذا اعتداء. شلون انت تختلف؟ لا ده لحظه، شلون يعني ما اعرف. هسه اكو ناس هنا اسفين واقفين دا يتفرجون على المقابله. زين هسه يعني اذا واحد بيهم مختلف ويا كلامي يجي يبعصني ليش؟ معك حق. ليش دا يبعص الناس؟ ليش دا يبعصني ليش؟ والله معك حق. لا اني يعني دا تسالني شنو يا شباب حاولوا تشوفوا لنا اياه، بالله عن جد عن جد حاولوا تشوفوا لنا اياه. هذا لازم يتسلم للشرطه اذا بتريدوا. نعلى على والدي لابو الخلفه، يعني هذا يبعص بالناس ليش؟ واني بالنهايه جاي اوجه رساله: التشيع ماكو احد غير الله. يا سيد عمود، يا سيد عمود، يا سيد عمود، ماكو احد غير الله. لا حول ولا قوه. اذا بتريد ما تاخذنا، وبعد هاي هي اذا بتريد يلا دا طير اذا بتريد. طيب نحن برنامج محترم وما عندنا اي تخطيط للشيء اللي صار او لهيك حوادث، ولكن نحن بالشارع وما فينا نسيطر على ردود افعال الناس. حاولنا للاسف نحكي مع هذا النموذج من الناس سيد عمود، ولكن ما في فايده. بتحكيه من الشرق برد عليك من الغرب. بتمنى نفهم انه نحن السوريين مبسوطين بالشيء اللي صار، ومبسوطين انه المشروع الايراني انتهى الى الابد من سوريا، وإن شاء الله بإذن الله واحد أحد من كل الوطن العربي. وبالنهاية بشكركم كثير على المتابعة، وبتمنى من كل السوريين ينشروا هذا الفيديو لكل الأشخاص المعنيين. السيد عمود موجود بكل مكان، بعتوا له الفيديو. كان معكم نور النوستة فاونديشن، وهي كانت رسالتنا اليوم. سلام.